من راجل لراجل يا صاحبي، كل سنة وانت طيب. 2025 داخل علينا بإذن الله بكل خير وبكل أمان. يا ترى انت حاطط لنفسك ايه خطط في سنة 2025؟ هل يا ترى فكرت حالك هيفضل زي ما هو في 2024 وهيستمر كده، ولا ان شاء الله هتشتغل على نفسك علشان تطور كل امور حياتك في السنة الجديدة؟ بص يا صاحبي، رغم كل الظروف الصعبة اللي بنواجهها ما ينفعش نقف عن تطوير نفسنا. لازم نفضل نتطور، ان شاء الله حتى ب10%، ان شاء الله ب5%، لكن لازم يحصل تطوير طول ما احنا ماشيين في مسيرتنا. تطوير إيجابي محترم يخلينا نبقى أكثر قوة واتزان. طب التطوير ده هيكون في إيه؟ هيكون في كل أوجه حياتك. المفروض يعني صحتك، لازم تاخد بالك من صحتك كويس قوي، زي ما دايما بنتكلم في الموضوع ده، لأن احنا في النهاية ملناش إلا صحتنا. وزي ما بنقول كل مرة، الرياضة، الأكل كويس، النوم كويس، نبعد عن كل التدخين، ناخد بالنا من حالتنا النفسية. أي حاجة بتضرنا صحيا نبعد عنها، وأي حاجة بتفيدنا صحيا نقرب منها. مهاراتك العملية، يعني انت تشوف انت بتشتغل في ايه، وتشوف ايه المهارات اللي عندك اللي محتاجة تطوير. طول الوقت حوالينا دلوقتي بيحصل ظهور لأدوات ومعرفة جديدة في كل قطاعات الأعمال، فلازم تقعد انت تطور نفسك، تشوف انا في شغلي ايه الجديد، سوفت وير، هارد وير، اي اي، ايه اللي بيحصل حواليا جديد لازم اتعلمه عشان اطور المهارات المهنية بتاعتي، عشان ده هيفرق معايا في شغلي. وطبعا انا عارف ان كل واحد فينا بيخرج من صباحية ربنا وبيرجع اخر الليل عشان بيجري على اكل عيشه، لكن لازم نزود من قعدتنا مع اهلنا، لازم نزود من قوة الترابط بيننا وبين العيلة بتاعتنا. لازم ما نخليش الحياة تخطفنا وتبعدنا عنهم، ونشوف ابونا وامنا كل 3-4 شهور، ونشوف ولادنا 5 دقايق في اليوم، ونتكلم مع مراتاتنا ربع ساعة ونبقى بنتأفف. لا، لازم نطور قوة علاقتنا واستقرارنا مع أسرتنا. كمان حاجة مهمة لازم نطورها في السنة الجديدة، استثمار وتنظيم الوقت بتاعنا. الوقت يا جماعة ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، كل ربع ساعة دلوقتي بتفرق مع الواحد. لازم ننظم وقتنا كويس، يعني ما نضيعوش في أي كلام. مش لازم الموبايل يفضل في إيدينا طول الوقت، مش لازم نقعد مع ناس فاضية بتتكلم في أي كلام وبتضيع لنا وقتنا، مش لازم نروح مشاوير إحنا بنبقى عارفين إن إحنا مش هنطلع منها بأي حاجة. فلازم نبقى حريصين على ان ندرس وقتنا كويس، احنا رايحين فين وبنعمل ايه وهيفيدنا ازاي. طبعا اهم حاجة في التطوير اللي مطلوب للسنة الجديدة تطوير التحكم في نفقاتك المادية. انا عارف ان انت هتقول لي يا عم شريف، هو احنا الفلوس جاية على قد وبتروح على قد واحنا مش عارفين نتحكم في حاجة. انا عارف ان الموضوع صعب، لكن في نفس الوقت يا صاحبي لازم تبص على كل قرش انت بتصرفه، بيتصرف في ايه وبيتصرف فين وبيتصرف ازاي، وتفكر ازاي تقدر تتحكم في النفقات بتاعتك دي بحيث توفر. والله لو وفرت كل يوم 2-3 جنيه في الاخر السنة هيبقى معاك مبلغ، المبلغ ده كبير صغير اهو هيتحط ويتصرف على حاجة مهمة. فلازم طول الوقت نراقب النفقات بتاعتنا. وعلى فكرة في ابليكيشنز كتير بتدخلها شوية تصرفت ايه، جبت ايه، حطيت ايه، في الاخر بتعمل لك تحليل لطيف بسيط يقول لك انت بتصرف فلوسك في ايه وايه اللي المفروض تستغنى عنه. فده مهم جدا جدا جدا. عايزين كمان نطور من روحنا المعنوية. انا عارف ان في نبرة تشاؤم وقلق وخوف يعني مغطية أيامنا بشكل صعب جدا، لكن لازم نتطور في السنة الجديدة إن احنا روحنا الإيجابية تبقى أقوى وأحلى، ودايما نظن بالله خير، ونبقى متفائلين وبنقول جوه نفسنا إن اللي جاي أحسن بإذن الله. وإن شاء الله ربنا هيجيب لنا الأحسن لما نكون مؤمنين بحاجة زي كده، ونتعامل مع كل الناس اللي حوالينا وكل الظروف اللي حوالينا على الأساس ده. وآخر وأهم حاجة يا صاحبي، طور في السنة الجديدة في عطائك. أيوة، في عطائك. إزاي تدي أكتر للي محتاجين حواليك.
كلنا محتاجين ان احنا نحس بحد بيطبطب علينا بشكل مادي، بشكل إنساني، بشكل مهني، بشكل عقلي. فكر إزاي أنت تقدر تبقى قدوة في العطاء. مش لازم يكون بس فلوس، لكن ممكن يكون مشاعر، ممكن يكون تفاؤل، ممكن يكون مواساة، لأن ده بالتأكيد هينعكس بشكل إيجابي عليهم وعليك. من راجل لراجل يا صاحبي، 2025 داخل علينا، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. فكر إزاي تطور نفسك في السنة دي وتبقى إنسان أحسن في جميع مجالات حياتك. كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.